الفيديو التاني من سلسلة فيديوهات حين وصل الساعي متأخرا من كتاب رسائل سقطت من ساعي البريد. الرسالة الثانية: أبوك الأسطى عطية الحاج. تاريخ الرسالة 13 فبراير 2002. القاهرة. القاهرة قاهرة يا ولدي، كل الجميلات قاهرات في العادة. إن حاولت البحث عن جمالها وأن تعدده فتقول: جوها حلو، هادئة، ليس فيها زحام، وغيرها من صفات المدن الجميلة، فإنها ستبقى خارج الحسابات لأن جمالها خفي، ككل اللواتي يأسرن الرجال ويتعجب الناس: أهبل، ما الذي يعجبه فيها؟ القاهرة هي هذا النوع يا ولدي، تشهد أرصفتها على جلوسي منتظرا رزقي، ومهنتي أرزقي، وشعار الوظيفة على باب الله، وراتبها الأجر على الله، وأيام الدوام كل أيام الأسبوع، وأيام العطلة كذلك قد تكون كل أيام الأسبوع. ثقيلة هي مهنتنا يا ولدي، حتى لا أشعر أن الرصيف الذي أجلس عليه منذ الصباح أحمله معي من الشارع إلى سريري، وأقوم به من سريري إلى الشارع. جميلة هي القاهرة، في الحسين، في السيدة، في الأزهر، في العتبة، رمسيس، في مقاهي وسط البلد، في الأماكن التي تشبهنا، لكنها مهما حدث لا تشبه الصعيد، مختلفة عن قرانا وبيوتنا، لكنها على الأقل تواسينا، لأنها تشبه شيئا ما بداخلنا، تشبه الجزء الطيب الذي لا تجده في البهوات يا ولدي، تشبه صمت جدك وثرثرة أمك، اللذين أتخيلهما مخلصين في كوب من الشاي الثقيل، هدوء الشاي وثقله ومرارته ومزاجه كصمت جدك، وصوت ملعقة القهوجي التي تضرب جدران الكوب من الداخل وهو يقلب بلا فائدة رغم عدم وجود السكر يشبه ثرثرة أمك، بلا فائدة أيضا لكنها ضرورية. أبوي على الصعيد يا ولدي، اشتقت إليه، إلى ذلك الوطن المر، لكنه أحلى من أحلى قاهرة. اشتقت إلى صوت الديك بدلا من صوت المنبه، وإلى سمنة الصباح بدلا من زيت السيارات، وإلى قيلولة الظهرية بدلا من قضائها في حر جهنم، وإلى شاي العصاري بدلا من عوادم النقل العام، وإلى قعدة المغربية بدلا من النوم مهدودا، وإلى ثمر المصطبة بدلا من انتظار اليوم التالي بملل وقلق وخوف. اجتهد، اجتهد يا ولدي في مدرستك، في كتابك، في كليتك، حتى تعين موظفا في الصعيد، وتكبر في الصعيد، وتعيش في الصعيد، وتموت في الصعيد. لا تفعل فعلة والدك، لا تكرر خطئي، ستفهمني أكثر عندما تكبر، وتسأل عن أصحابك الذين لم يعتبروا من آبائهم، ستجدهم جميعا عاشوا مقهورين وماتوا في القاهرة، تلك العاصمة التي لا يعصم فيها أحد من الحزن، لأنك لا تذهب إليها سائحا، ولا تقيم فيها زائرا، ولا ولا تسكن بها مواطنا، وإنما أنت تحت أقدام الجميع، ليس من قلة شأنك لا سمح الله، لكن لأنك في الغالب ستعمل ملمع جزم، وما أكثر جزم القاهرة يا ولدي. سأحكي لك أكثر وأكثر حين أعود، سأخبرك كيف رأيت الأهرامات، وكيف رأيت الفلل والقصور، وكيف يضع البهوات في أصابعهم ميزانية صعيد بأكمله، ويقول الواحد منهم: هذه ب50,000 ورقة خضراء، وهذا الخاتم هدية ب20,000، وتلك الساعة ب70,000.
سأحكي لك عن الفرق بين أكل العيش وأكل الفينو وبين العرق والبرفان. اشتريت لك لعبة جديدة، قطارا ومعه السكة، حتى إذا كبرت وقال لك أحدهم فاتك القطار، قلت له اشترى لي أبي القطار نفسه وأنا ابن 10 سنين. قريبا جدا سأعود إليكم. قلت أخر المفاجأة يا واد يا عطية لآخر الجواب. والآن أخبرك يا سندي أنني حجزت تذكرة القطر بعد أسبوع من الآن. أبوكم الأسطى عطية الحاج. الرسالة كده انتهت. إيه، طبعا موضوع الرسالة ليه علاقة بحادث قطار الصعيد اللي قلنا حصل سنة 2002. الرسالة فيها دراما شوية، مشاعر قاسية نوعا ما، بتعبر عن قد ايه الأب إيه من أهم الشخصيات في حياة أولاده، ومن أهم الناس المؤثرين في حياة أبنائه. أتمنى تكون الرسالة عجبتكم.